ده عبده، شخص متفائل وكله حيويه، بيشخ تفاؤل، بيمشي في الشارع كده يوزع تفاؤل على الناس. ولكن مع ضغوط الحياه وعبده قابل صعوبات في الحياه وخذلان من اقرب الناس ليه، عبده وقع في الحفره، انطفى. فعلشان نطلع عبده ويخليه ينور تاني، فعبده هينور. ليه؟ لان الحكمه باظت خلاص، الحكمه باظت كده. بس على مين؟ ممكن نظبطها في المونتاج ونقول ان لازم تعتمد على نفسك، لان اللي قدك دلوقتي اتجوز وخلف وعنده عيل ابن كلب بيقول له في الراحه والجايه يا بابا، وانت قد الجاموسه وعايز اللي يحلك مشاكلك. زي عبده كده بالظبط، حل مشاكله بنفسه واعتمد على نفسه ونور بنفسه. طيب ماشي، نرجع للحكمه الاولانيه. عبده انطفى تاني ومحتاج حد يساعده، ده صاحبه دسوقي. صاحبه دسوقي لازم علشان يساعده لازم دسوقي عايز كمان اللي يساعده. بص الحكمه باظت على فكره، الحكمه باظت. كل المؤشرات بتقول ان انا ما بعملش فيديوهات ومفيش فايده، انا مصمم برضه. فنستفاد ايه من الفيديو؟ ما استفدناش اي حاجه لان الحكمه باظت. ممكن بس تعملوا لايك وتابعوني لحد ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي اعمل لكم حكمه جديده.